بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة مفيش نفس لأي حاجة، بس لازم نعمل فيديوهات ولازم نعيش، لازم حاجات ياما تحصل غصب عننا. طبعا جايب فيديو معلومات زي ما حضراتكم شايفين. درج سلفة 3 سنتي، سلم طاير، في أخطاء، والميل ناحية الترابزين اللي هو الحديد. والله الواحد مدور نفسه حتى يتكلم، بس الحمد لله. هنا بقول ان السلم ده في قلب الدور نفسه في اختلاف في الدرجات، لان اللي اشتغل في السلم راجل بتاع سيراميك، الله يسهل له الحال، وكان بيفادي ارتفاع الخرسانة بانه يحط قوام عالية في قلب السلم من جوه. وكمان الميل بتاع الدرجة المفروض كان يبقى فين؟ ناحية الحيطة، طالما مفيش ترابزين. احنا دلوقتي شايفين الميل فين؟ ناحية ترابزين الحديد. طبعا كنت لازم انوه، وكمان بقول ان السلم مش مشطوف، بمعنى كل اخواتنا بتوع السيراميك مش كلهم بيعرفوا يمسكوا الصاروخ، فما بيجيش على باله ايه يشطف السلم. يشطفه يعني يكسر السوكة بتاعته عشان ميبقاش حامي. وزي ما بقول على طول ان السلفة تبقى فيها فتحات، في ناس بتقبل بيها وفي ناس ما بتقبلش. هنا زي ما بتكلم الدرجة 3 سنتي، القايم اهو، ده ارتفاع القايم، ال4 درجات ولا ال5 درجات دول، 4 درجات دول غير المقاسات بتاعت السلم التاني اللي هو في نفس الدور. طيب الشغل ده بيبقى فيه حل؟ بيبقى فيه حل، ان انت بتبقى ايه، بتحط حتة رخامة في اليمين ناحية الترابزين، اسمها حاجز مية، حاجز السلم يعني. هنا كنت انا برضو عامل بقى ايه السلم من تحت، فانا راجل فاهم، وعلى سهوة جايب الميزان بتاعي وحطه على الدرج ايه، جدال فص وقتها كان برضه، ما هو الجدال الفص نفسه كمان بيفحر يعني. بس شوف حضرتك، اي حد هيشوف السلم الميل فين. انا زودت اضاءة هنا عشان تشوفوا الميل فين، ناحية الحيطة. تمام، يعني بدليل باجي بتكلم بدليل. طبعا نظرت المقصوف على شبابها. فالخامة دي بتاعتك انت دلوقتي اخترت جلالة، اخترت سيلفا، اخترت ابلادور، ده بيبقى اختيارك انت. واضح خالص اهو، واضح خالص. السلم كان بقاله فترة تقريبا بتاع 10 سنين راكب ترابزين الحديد اهو. التلابيس دي مش انا اللي مركبها، كانت تلابيس سيراميك. السلم ده برضو ايه يعني، كنت انا بفضل الله بركبه بايدي وعارف الميزان بتاعه. يعني اللي انا بقوله ده بعمله من سنين، يعني مش جه عليا فترة وكنت بعمله وبطلت اعمله، لا، او ما كنتش بعمله وبقيت اعمله، لا. ده الحمد لله من اول ما بدأت اشتغل وانا عارف، وخدت طبعا من اهل الخبرة اكتر من حد ازاي الميل يبقى فين اهو. يعني الدرجة اهي، الميل ناحية الحيطة طالما السلم طاير. وبالدليل انت يعني حتى الميل هنا يعني ايه، بتاعت ملي او ملي ونص برضو موجود. الميزان بيشرح اللي انا بتكلم فيه. ده الفخد معمول سيراميك، ودي حاجة كويسة جدا. هي الفكرة كلها ان انت دلوقتي اختيار الخامة بتكون انت المسؤول عنه بعد ما تسأل الصنايعي ويدلك على الصح ويقولك تعمل ايه. بس والغرض من الفيديو نفسه ان انت لما تيجي تختار صنايعي هيعمل لك شغل،
هتلاقيه فاهم، مش يعمل لك اخطاء تندم عليها طول الوقت وانت بتعمل السلم مرة واحدة. يعني شوف الدرجة الاخر درجة القايم بتاعها ارتفاعه قد ايه. ده غلطة مين؟ غلطة صنايعي لانه طالع عالي فاضطر ياكل من اخر قايم. طب الكلام ده ازاي؟ يعني انت قابلته ازاي؟ هي دي حاجات اللي بيبقى لها حل وحاجات ملهاش حل. القايم الرفيع القصير اوي ده خلاص ملوش حل، لكن الميل اللي ناحية الترابزين اللي معمول غلط هيبقى ليه حاجز مية والسلم بيتشطف والدنيا بتمشي. بس دي الفكرة من الفيديو، ان انت تبقى واعي لشغلك لانك بتعمل الحاجة دي مرة واحدة، المفروض انها تعيش معاك فترة كبيرة. طب هنا السلم الدور اللي تحت كان ايه القايم 5 سنتي، هنا احتاج يرفع القايم الاخراني عشان طالع اقل من المنسوب، بقى فوق القايم بقد ايه الدرجة معمولة اسمنت. ده اللي الواحد بيتحسر عليه لما يشوف حاجة مدفوع فيها فلوس بس مش مخدومة. ارجو اكون وصلت الفكرة وبالدليل وبالفيديو باين وكل حاجة متوضحة عشان تعرف تستلم شغلك وربنا يوفق. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.